يلا يا جماعة النهاردة هنعمل البدنجان اللي بالدقة. بصي بقى طريقته سهلة جدا ومش هتستغني عنه جنب أي أكل. الأول نقول بسم الله، هندخل كده المطبخ. طبعا أنا لسه راجعة من السوق ولقيت البدنجان التحفة ده. أنا بحب البدنجان الأصغر من ده بس ما لقيتش غير الحجم ده. هنعمله بقى بطريقة حلوة قوي. بصي يا ستي، هتجيبي البدنجان وهتبدأي طبعا تنضفيه من العرش الأخضر بتاعه، بس أنا هنضفه بإيدي مش هنضفه بالسكينة علشان ما تتقطعش معايا فوق. لما بتتقطع القمع بتاعه بيتهرى بسرعة. لما بتحافظي على القمع اللي فوق دوت بيفضل معاكي لأطول فترة من غير ما يتهرى، خاصة لو جايبة كمية هتعمليها بالطريقة اللي انت شايفاها دي كده. بصي هتشيليه بإيدك بالشكل ده، بلاش بالسكينة. طبعا السكينة بتكون أسهل، بس هتشيلي الجزء اللي هو فوق الأبيض دوت، فكده البدنجانة هتتهرى معاكي لما تيجي تملحيها. هشيل طبعا كل الكمية الشكل اللي انت شايفاه ده لحد ما تخلصي طبعا الكميه كلها، علشان ما اطولش عليك الفيديو هعمله بسرعه وارجع لك. بص بقى كل كميه البدنجان وهنبدا بقى نشوف الطريقه. بصي انت ممكن تعمليه بطريقه التمليح العاديه، بس طالما هو حجمه كبير يبقى الافضل انك تعمليه بالطريقه اللي هقول لك عليه، لان الطعم هيبقى افضل. لكن البدنجان اللي حجمه اصغر من ده عادي بنعمله بطريقه السلق العاديه. هفتح طبعا البدنجانه بالطول بالشكل ده، بس ما توصليش الفتحة للآخر، يعني تفضل بدنجانة محتفظة بكيانها لحد الآخر، ما تفصليش الاتنين عن بعض. تمام. هخلص برضو كل الكمية بالشكل اللي انت شايفاه ده. هاتي بقى شوية زيت كده في طاسة وارفعيهم على النار، وهنبدأ نقلي البدنجان. بصي احنا لما فتحنا البدنجان ده بيساعد على ان البدنجان ما يغرقناش زيت، يعني ما يطرطش كده ويبهدل المطبخ ويبهدلنا. زي ما بنعمل الفلفل بالظبط، بتعدي الفلفل كده شقة بالسكينة علشان ما يبهدلش الدنيا زيت. كذلك البدنجان طبعا هيتقلى، ما تنشفهوش، يعني ما تخلوش يبقى اللون بتاعه يبقى غامق. هوريكي طريقة القلي بتاعته ازاي. تمام. انا مش عارفه بلعب بالطاسه ليه كده، عماله الفها شمال ويمين، انا عايزه اظبطها بس على الكاميرا علشان تشوفيها. هوريكي دلوقتي بقى. الله، ما تثبتي. المهم ان انا قليت البدنجان لحد ما وصل معايا بصي للون اللي انت هتشوفيه ده. مع بال بقى ما يتقلى تعالي نعمل الدقه الخطيره بتاعتنا. تقشري راس توم كده حلوه، وعليها كمان قرن فلفل اخضر. كمان كان عندي معلقتين من هريسه الشطه. فاكره هريسه الشطه اللي احنا عملناها مع بعض؟ لو مشفتيش الفيديو ارجعي له. هبدا بقى احط بقى التتبيله كده في البوله، الفلفل الاخضر على الثوم على هريسه الشطه، وكمان بحط بقى عصير ليمون. بس طبعا ما تحطيش البذر معاه علشان ما يمررش الخلطه. طلعت انا هنا البذر بتاع الليمون، وكمان معلقتين من الخل الكبار وشويه ملح، وقلبت التتبيله. بس هي دي التتبيله. هنا خلاص البدنجان معايا بقى اتقلى، طلعته كمان في مصفى علشان ينزل الزيت بتاعه شوية، وابدأ احشي بقى الفلفل بالثوم بالليمون بالكمون. الخلطة الرهيبة اللي احنا عملناها حشيت بيها البدنجان، وهو بصي دافي، ما تسيبوش لما يبرد. على قد ما ايدك تستحمل امسكي البدنجان يبقى دافي كده، وابدأي تحشيه علشان وهو سخن يشرب من التتبيلة. طبعا عملتش كده انت احلى بدنجان مخلل بقى تحطيه جنب اي نوع خضار، ولا كمان مع الفول والفلافل، حاجة بصراحة تحفة. تقدري بقى تقدميه دلوقتي على طول، بيتاكل في ساعتها، ده مخلل سريع. وبألف هنا على قلب.